الخطوط الحمراء كانت انذار، ولما تتحول لبيضة هتحسي ان مفيش حل، وهتسألي نفسك ليه كده؟ عشان حتى الكريمات ملهاش فايدة قوي وفلوس على الارض، وكل ما تتأخري العلامات دي بتثبت. تعالي بقى اقولك اللي فعلا هيفيدك وتعالجيها بيه، وايه اللي كلام فاضي. اول حاجة لازم نبقى فاهمينها كويس جدا عشان محدش يضحك علينا، انه مهما استخدمنا من كريمات موضوعية ومرطبات، نسبة علاج علامات التمدد البيضاء بتبقى ب10% بس، والسبب ان الكولاجين مش مالي الاماكن بتاعته، فسايب فراغ لونها ابيض، ومش اي كريم او ترطيب ممكن يعالج. عايزه حاجه لترطيب الجسم بس، استخدمي بادي لوشن بتاع ايكوبال او اميلاكتان، بس ما تعتمديش على الترطيب ده انه يعالج لك علامات التمدد البيضاء. طب ايه الحل؟ هل اصلا في حلول ليها؟ ممكن نجيب منتجات قوية زي الاستريا كلير او بيلي، بس خلي بالك ان المنتجات دي مش هتخلي العلامات تختفي 100% زي ما قلنا قبل كده. ممكن نستخدم اجهزة زي السترايلايت اباريتس، وده موجود في العيادات، وده بيزود تكوين الكولاجين. بتبقى عبارة عن جلسة كل اسبوع، وكل جلسة بتاخد تلت ساعة. الليزر، وده انواع كتير زي الفراكشنال ليزر وبيحل المشكلة بسرعة، او مايكرو نيدلينج زي الديرما بان او الديرما رولر. وسن الديرما بان مهم جدا، بيبقى من 1.5 ل 2 مللي، عشان يفضل يخترق الطبقة الصح عشان يوصل للطبقة دي ويحفز تكوين الكولاجين فيها. اول تامي تاك، ودي عملية جراحية بيشيلوا فيها الجلد المترهل وبيشيلوا معاه علامات التمدد البيضاء. اخر حاجة التقشير الكيميائي، ونوعه بيتحدد حسب عمق العلامات دي جوه الجلد. ولازم تبقي عارفة كويس جدا ان الكريمات والمرطبات لوحدها مش هتجيب اي نتيجة، ولازم تبقى مع تكنيك من التكنيكس اللي قلنا عليها. خلي بالك برضو ان كل حل من الحلول اللي قلنا عليها دي محتاجة متابعة وتحت اشراف متخصص. لو العلامات لسه حمراء، رطبي كويس جدا وزودي تكوين الكولاجين زي ما قلنا في الفيديو ده. قوليلي بقى في الكومنت ايه اكتر مشكلة بتعاني منها، نحلها مع بعض. ما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي.